عارف لما يكون عندك وجع في ظهرك أو رقبتك وحاسس إنه عمره ما هيروح خالص؟ في الفيديو ده هشرح لك بطريقة سهلة 5 حاجات، 5 اختلالات ممكن تخلي وجع الظهر يبقى مزمن. وطبعا هعلمك تمارين تقدر تعملها في البيت عشان تحسن الموضوع ده. أحلى حاجة في الموضوع إنك مش لازم تكون صغير في السن أو رفيع أو عندك مرونة عالية عشان تحسن ظهرك بالحركة الصح. أهو ده كويس جدا. لما بنتكلم عن التيبوس بنقصد إن ظهرنا في أجزاء مش بتتحرك كويس، بتكون شبه متيبسة أو شبه مقفولة، وإحنا بنحس بكده. مع الوقت بنفتكر إننا بقينا مشدودين، وده بسبب السن. بس بالنسبة لعمودنا الفقري المشكلة بتبدأ لما الحاجات المقفولة دي تبتدي تضغط على أجزاء تانية وتخلي أجزاء تانية من العمود الفقري تشتغل أو تتحرك زيادة عن اللزوم. عمودنا الفقري بيعوض القفل ده بأنه بيحمل على أجزاء تانية. عشان نفهم أكتر وبسهولة، إحنا عندنا أجزاء في العمود الفقري محتاجة تتفك وأجزاء تانية محتاجة تشتغل أقل. كده بنوازن وكده بنخفف الألم بطريقة سهلة. اللي هنعمله دلوقتي هو تمارين عشان نفك ال3 نقط الرئيسية. هنحسن أكبر 3 مناطق فيها تبس موجودة في عمودنا الفقري. تعال نتكلم عن حاجة كويسة. تعال معايا. أول نقطة فيها تيبس هنا عند بداية العمود الفقري، وده أعلى العمود. هنحسن المنطقة دي بطريقة سهلة، وده عن طريق نوع من التمدد المريح. هترجع راسك لورا، خلي بالك مش دقنك لتحت ولا دقنك لفوق، هو كأنك بتسحب وشك لجوه. حاول تحافظ على الوضعية دي، اعمل الحركة دي وحس بإحساسها عليك. نصيحة: لو لقيت صعب تحافظ على الوضعية دي، حط إيد هنا على دقنك والإيد التانية تسند بيها كوعك من تحت. اعمل كأنك بتفكر. حاول تحافظ على الوضعية المريحة دي. هتحس إن العمود الفقري العنقي بدأ يتمدد، بيتفرد. هتحس حتى بإحساس إن الضغط بيخف. حاول تحافظ على الوضعية دي من دقيقة ل3 دقايق. حاول تطلع النفس، وكل مرة تطلع فيها النفس ريح جسمك، ريح كتافك أكتر. بص كده، طلع النفس، ريح كتافك. ممكن تعمل الحركة دي قدام المراية في الأول عشان تشوف لو راسك بترجع لوضعها القديم ولا لأ. لو رجعت، كل اللي عليك تعيدها تاني. لو راسك بترجع لوضعها القديم، كل اللي عليك ترجعها تاني لورا لحد ما تحس براحة. كل مرة تطلع فيها النفس رخي كتافك أكتر. شوية بشوية الوضعية دي هتبقى أريح وهتديك إحساس جامد بالراحة والاسترخاء لركبتك. ولما تسيب الوضعية هتحس بالراحة دي في ظهرك كله. من دقيقة ل3 دقايق أول ما تتعب، ببساطة وقف وما تشغلش بالك قوي بالوقت. تاني منطقة فيها شد هي منطقة لوح الكتف، ودي بنسميها حزام الكتف، وبتشمل الكتاف ولوح الكتف وفقرات الظهر الصدرية والضلوع. عشان نحسن كل ده هنعمل تمرين سهل برضو، هو حركة وتمطيط لطيف ونفضل عليه شوية. مد دراعك واعمل علامة اللايك دي هنا، ومن غير ما تثني كوعك، بهدوء. وجه إبهامك لورا، هتحس إن صدرك بيتفتح. اعمل الحركة دي لحد ما تحس بالإحساس الجميل ده، كأنك بتتمطع الصبح أول ما تصحى من النوم. خد بالك إن الفكرة هنا إنك تقرب لوحي الكتف ورا. بص على لوحي كتفي، بص كأنك بتخليهم يلمسوا بعض، كأنك بتضغطهم على بعض. وبعدين تاني نفس ببطء وراحة وقت ما تطلع النفس. حاول ترخي كتافك، سيب الكتاف ينزلوا على الأرض، ما تضغطش عليهم، بس ريحهم، امشي على راحتك. كمان الوضعية دي شوية شوية هتلاقيها بتبقى أسهل. لو احتجت ممكن تروح شوية شوية. لو إحساس التمدد اختفى ممكن تزود شوية كمان. خليك هنا وقت أقل، المرة دي من 30 ثانية لدقيقة. لما ترجع بتحس إن كتفك بقى راكب مكانه أكتر، ولا بتحس إنك بقيت أشيك؟ وأهم حاجة بتحس إن العمود الفقري كله بقى أريح، أكتر استرخاء وأكتر حرية. وده بالظبط اللي احنا بنعمله. التمرين الجاي التمرين وانت قاعد، واحنا هنشتغل على آخر جزء في العمود الفقري، العجز، صح؟ اللي هو آخر منطقة رئيسية بيحصل فيها التيبس
في العمود الفقري بتاعنا. هتحتاج كرسي وحزام. لف الحزام حوالين ركبك، ممكن ترفعه شوية كمان. أيوة، حطه فوق الركب. اقعد بشكل أنيق أكتر وخلي ظهرك مفروض. نصيحة سهلة، اقعد ومؤخرتك طالعة لورا شوية كده. بالطريقة دي هتلاقي العمود الفقري متظبط أكتر من غير مجهود كبير. شد شوية كأنك هتشد الحزام وتبعد ركبك عن بعض. شد شوية بس، هتحس بعضلات الورك والمؤخرة شغالين. عد لحد 5. ريح وحرك نفسك شوية بس. هتكرر التمرين ده 10 مرات. يلا شد، عد لحد 5. حس بعضلاتك وهي شغالة، ما تضغطش على نفسك. ريح وحرك نفسك شوية. بس الحركة الأساسية اللي عايزك تعملها هي اللف دي. مش لازم تلف كتير، هو بس كأنك بتساعد تفك العظم العجزية. لما تشد العضلات بتفتح المفاصل، لما بتريح الحركة بتفك وبتسهل الدنيا، كأنك بتحط زيت. كرر الحركة دي 10 مرات. أنا مصدومة، مش مصدقة، يا ربي. العامل الجاي اللي ممكن يخلي وجع الظهر يبقى مزمن هو التوتر العضلي. لما العضلة دي أو أكتر من عضلة يبدأوا يتراكم فيه التوتر، ده بيحصل يا إما بسبب عصب متهيج، وده اللي بنسميه فرط تنشيط أو تنشيط مشترك للعضلة دي، أو بسبب نقاط توتر في العضلة اللي بتحاول تحمي نفسها من الوجع، وده اللي بنعرفه باسم نقطة الزناد أو نقطة مايوفاشية. المشكلة إن لما عضلة أو أكتر يبدأوا يتراكم فيهم التوتر، بيزودوا الضغط على الغضاريف والأعصاب والمفاصل، وكمان بيخلوا استقامة العمود الفقري تختل. عشان كده بنشوف ناس كتير بتبدأ تمشي بشكل معوج أو كتف أعلى من التاني، أو بيكون في استطالة مختلفة من ناحية للتانية لما بيحسوا بألم. دلوقتي هوريك طريقة سهلة جدا علشان توازن التوترات دي وتشيل نقط الزناد دي وتوقف نشاط نقط الزناد دي في الرقبة وأسفل الظهر. فهنبدأ بالرقبة، وهنعمل نوع من تحرير العضلات والأنسجة. هنشتغل على العضلات والأنسجة مع بعض في نفس الوقت. ابدأ بمسك الجلد ورا رقبتك. خليني أنزل شوية ياقة القميص علشان تشوف إزاي المسكة دي. هتمسك بالطريقة دي بأطراف صوابعك وقاعدة إيدك وقاعدة الكف. حاول تمسك الجلد بس من ورا الرقبة، زي ما القطة الأم بتمسك ولادها. القطط علشان تنقلهم من مكان لمكان امسك هنا لحد ما تحس إنك مش بتتأذى. أنا مش عايزك تأذي نفسك. في الوضع ده هتهز راسك كأنك بتقول نعم من غير ما تسيب الجلد من إيديك، وإنت بتقول نعم لحد ما يكون سهل ومريح. 10 مرات. حاول تعملها من غير استعجال وحاسس بالحركة وحاسس بالتدليك العميق ده. بعدين وانت لسه محافظ على نفس الوضعية هتقول لأ بص، خليني أوقف ظهري ليك هنا عشان تشوف إن الجلد مش بيفلت من إيدي، وإني بعمل الحركة على قد ما أقدر. كنت ممكن أروح أكتر هنا بس الجلد هيفلت. فالفكرة إن الموضوع يكون مريح جدا جدا للعضلة عشان تقدر تسترخي. بعد ما تقول لأ 10 مرات هنعمل دواير بالرأس، 5 مرات في اتجاه وبعدين 5 مرات في الاتجاه التاني. ناس سألتني قبل كده لو لازم أعملها بالإيد التانية. مش لازم، اختار إيد واحدة أو بين جزء والتاني. كمان ممكن توقف ترتاح، قول أيوة 10 مرات. لو تعبت انزل شوية ريح وبعدين كمل، أو حتى ممكن تبدل الإيد عشان نحسن التوتر العضلي ده. والأهم نفك نقاط الشد في أسفل الظهر. هنستخدم طرف صباع الإبهام في الجزء ده هنا، بص جنب العمود الفقري. مش بندور على النقطة فوق العمود نفسه، فوق العظم، فوق العمود الفقري، هي على الجنب. ببطء دور على نقطة بتوجع جامد حساسة قوي، ولو لقيت عقدة تحت صباعك يبقى أحسن. أنا لقيت نقطة هنا حساسة أكتر. الجزء الأول هتحط ضغط خفيف، مش عايز ضغط يوجعك، بس تحس إنك ماسك العقدة دي أو الشد ده. خليك محافظ على الضغط الخفيف ده. واقف مكانك بس ريح لمدة 30 ثانية. بعدين خليك على نفس الضغط، ما تزودش الضغط ولا تعمق أكتر.
نفس الضغط من البداية للنهاية. هنبدأ نعمل حركات. هلف ظهري ليك عشان يكون أوضح ليك. خليك في نفس الوضعية ونفس الضغط، وتبدأ تحرك. بص لقدام ورا لحد قبل ما تحس بألم. هتلاحظ في الأول إنك تقدر تحرك أقل، ولما توصل لنص الحركة هتحس إن العضلة شدت وبتوقف الحركة، وساعتها ببساطة ترجع تاني. لا، مش لازم تضغط على نفسك، لازم نكون لطاف مع جسمنا. شوية شوية هتلاحظ إنك بتقدر. خليني ألف للناحية التانية عشان تشوف الحركة. بص شوية شوية هتلاحظ إن العضلة دي هتبدأ ترتخي أكتر، وهتقدر تميل لقدام من غير ما توجعك أو توقف الحركة. الجزء الأول ضغط خفيف لمدة 30 ثانية، والجزء الثاني حافظ على نفس الضغط وحرك لحد ما تحس إن الحركة بقت سهلة. كده بقت أحسن كمان. عمود فقري ضعيف بيبقى من غير دعم، من غير ثبات، وبيبقى مكشوف. طريقة ممتازة تبدأ بيها تقوية العمود الفقري في البيت موجودة في الفيديو ده. كل اللي عليك تضغط هنا على الشاشة. والكل اللي قاعد معايا لحد دلوقتي أنا بسيب لك هدية. كل التمارين دي ورا بعض من غير تقطيع ولا توقف عشان تشغل الفيديو وتعمل الروتين كامل معايا. أنا هكتفي بكده دلوقتي. سلام كبير وأشوفكم في المرة الجاية.